هنعمل كريب حادق زي بتاع المحلات بالظبط، وبحشوة جميلة جدا ومرقرق قوي، وهتحبوه جدا. انا أمنية اشرف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا فولو لايك وشير. يلا بينا. في حاجة غويطة بقى هضيف 2 من البيض، وكمان 2.5 كوباية من الحليب، وكمان هضيف معلقة كده من الزيت، ومعلقة صغيرة من الملح. وهبدأ اخلط المكونات دي كويس جدا الاول مع بعض. وهضيف كمان رشة كده من الفلفل الاسود، عشان كريب حادق فلازم نضيف فلفل اسود وملح. وهضيف كمان 2.5 كوباية من الدقيق، بس هضيفها بالتدريج وهنخل الدقيق علشان وانا بقلب ما يحصلش تكتلات. فهنزل في البداية كوباية كده من الدقيق وابدأ اخلط. وكمية الدقيق والحليب يبقوا متساويين، يعني لو هتعملوا 2 كوباية من الحليب يبقى 2 كوباية من الدقيق وهكذا. هبدأ أضيف بقى كمية الدقيق كلها كده، وأبدأ أخلط كويس جدا لغاية ما يبقاش فيه تكتلات. لو حصل تكتلات ممكن تصفوها. في طاسة بقى هنزل شوية صغيرين قوي من الزيت، وهبدأ امسحهم بالمنديل. انا بعمل كده في اول مرة او اول مرتين، وهبدأ انزل بقى شوية كده من الكريب، وابدأ احرك بسرعة لان هو بيتشكل بسرعة قوي. اول ما الاطراف لونها يتغير وكلها تتغير بالطريقة دي، هقلبها بقى للناحية التانية. بسيبها ثانية او ثانيتين علشان هي بتحمر بسرعة قوي. هبدأ بقى اقلبها الناحية التانية، ممكن تشوفوها من تحت قبل ما تقلبوها. بس وهي كده جاهزة معانا. خلصنا اول واحدة، هعمل كمان واحدة دلوقتي. هنزل شوية من الزيت صغيرين برضو، همسحها بالمنديل، وهنزل شوية كده من الكريب وابدأ احرك بسرعة. اول ما لونها اتغير هقلبها، وهي كده تمام جدا، ما بتاخدش ثواني على النار. هكمل بقى الكمية بتاعتي بنفس الطريقة لغاية ما اخلص الكمية كلها. بعد ما عملت الكمية بتاعتي كلها، عملت معايا عدد حلو جدا. وبصوا مرقرقة جدا وجميلة قوي زي المحلات بالظبط، وطعمها تحفة. هعمل بقى الصدوق بطريقة جميلة جدا اللي هحشي بيها الكريب. اول حاجة بغلي مية، بعدين بنزل الصدوق علشان بحب انزل الدهون منها. هسيبها بقى تغلي على النار من 10 دقايق ربع ساعة، وبعدين هقطع الخضار. هقطع طماطمايه قطع كده صغيرة زي السلطة، وكمان هقطع من فلفلتين لتلاتة، هقطعها برضو قطع صغيرة. وهقطع بصلاية كمان قطع صغيرة. بجد الطريقة دي بتاعت الصدق طعمها تحفة. بعد بقى ما قطعت الفلفل والطماطم والبصل، هرجع بقى اشوف الصدق واشيل بقى الريم. وهو كده تمام. بعد ما اشيل الريم هبدأ اشيل الصدق واغسله كويس، وبعدين هبدأ اقطعه بالمقص. هقطع الكمية بتاعتي كلها، والمقص بالنسبة لي اسهل بكتير من السكينة. هقطع الكمية بتاعتي كلها بقى، وبعدين في طاسة كده هبدأ اضيف معلقة صغيرة من الثوم المفروم. اول بقى ما الثوم يدبل كده ويطلع ريحته، هبدأ انزل الصدق واشوحه كده مع الثوم لدقيقة دقيقتين، وبعدين هضيف البصل وهشوحه برضو من دقيقتين لتلاتة كده مع البصل. انا هنا حسيت ان هي محتاجة شوية من الزيت، فضفت معلقة كده كبيرة. وهضيف بقى التوابل، فلفل اسود نص معلقة كده صغيرة من فلفل اسود، وكمان الملح. والملح حسب الرغبة. انا مش هضيف اي توابل تانية، انا مش بحب غير انه يكون عبارة عن ملح وفلفل بس، بتكون اطعم بكتير. وهضيف بقى الفلفل الاخضر اللي احنا مقطعينه والطماطم، وهقلب بقى كده كويس واسيبها تستوى براحتها. هضيف لها بس ربع كوباية بقى من المية علشان الخضار يستوى كويس، وكمان الصدق. هسيبها بقى تستوى، وفي الوقت ده بقى تدوقوها وتشوفوا الصدق استوى تمام ولا لأ، وكمان تظبطوا الملح بتاعكم.
وهنا اخر حاجة قبل ما اطفي هضيف معلقة كده كبيرة من المستردة. للي بيحب المستردة يضيفها، بتدي طعم مميز جدا. وكمان هضيف معلقة كبيرة من الكاتشب، وهقلب بقى كله كده مع بعض واسيبها على النار 10 دقايق لغاية ما تشرب المية بتاعتها وتبقى جاهزة معانا. هي كده تمام استوت وجاهزة علشان نحشيها في الكريب. هتني طرف الكريب بالطريقة دي، وهبدأ أضيف الكمية بتاعة الصدوق اللي أنا حساها مناسبة للكريب، وهوزع الصدوق بالطريقة دي واحط بقى شوية كده من الموتزاريلا. هقفل بقى الكريب بالطريقة دي. هعمل برضو واحدة تانية بس من غير ما اتني طرفها، هحط الكمية المناسبة للصدوق في الكريب بالطريقة دي، وهحط برضو شوية من الموتزاريلا، وهبدأ اتني بالطريقة زي ما انتوا شايفين. هعملها زي ساندويتش كده. فالطريقة اللي انتوا حابينها وشايفينها اسهل ليكوا تعملوها براحتكم. في نفس الطاسة اللي كنا عاملين فيها الكريب هنزل شوية كده من الزيت صغيرين قوي، وهبدأ انزل بقى الكريب اللي احنا حشيناها، وابدأ احمرها كده من ناحيتين. هتحمرها من جنب وهبدأ اقلبها الناحية التانية، وهعمل الكمية بتاعتي لغاية ما اخلصها. بجد طعمها تحفة جدا، جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. الف هنا.